تعمل ايه لو حولت فلوسك بالغلط على انستا باي؟ ولو حد حول فلوس لحد بالغلط تبقى راحت عليه ولا لسه في امل؟ وايه هي الخطوات اللي تتبعها لو حصل معاك كده؟ وكمان ايه الخطوات اللي تتبعها علشان تتجنب انك تحول فلوس بالغلط سواء على انستا باي او على اي محفظة الكترونية؟ خليك معايا وانا هقولك. لو حولت فلوس لحساب غلط على انستا باي، اول حاجة تعملها تتصل بالبنك بمجرد اكتشاف الخطأ وفورا، علشان هنا الوقت بيفرق جدا، لانك لو كلمت البنك متاخر او بعد ايام هيبقى صعب فلوسك ترجع لك. بعد ما تكلم البنك مباشره، ولو مره اكتر من اسبوع ومحدش كلمك، تروح تقدم طلب وانتظر بقى الرد لمده تصل ل 15 يوم. بس خليني اقولك ان الكلام ده في حاله ان الحساب اللي حولت له الفلوس مش موجود، يعني وهمي وملوش وجود على السيستم. في الحاله دي فلوسك فعلا هترجع لك. لكن بقى لو الفلوس اتحولت لحساب حقيقي وموجود فعلا وبيصرف الفلوس، فبكده للأسف ممكن تكون فلوسك راحت عليك، ومفيش قدامك حل غير انك تقدم شكوى للبنك المركزي وتنتظر منه الرد. وعلشان تقدر تقدم شكوى للبنك المركزي، فده بيكون بعدة طرق أتاحها البنك، وبتشمل قائمة الوسائل المتاحة لتقديم شكاوى للبنك المركزي. أولاً من خلال مركز خدمة العملاء على رقم 19 38. ثانياً عن طريق إرسال رسالة نصية للبنك على الرقم 010 19 38 3 صفار. ثالثاً من خلال المكتب الفني للإدارة العليا. ورابعاً وأخيراً صندوق الشكاوى الموجود بفروع البنك من خلال النموذج الموحد للشكاوى. وهنا بقى البنك هيتبع إجراءاته في التحقيق من معلومات العملية، وهيتواصل مع صاحب الحساب اللي تم التحويل ليه. بس خليني أقولك إن العملية دي ممكن توصل ل 15 يوم، وانت بقى وحظك. طيب تعمل ايه عشان تتجنب ارسال الفلوس بالغلط لاي حد؟ وده مش على انستا باي بس، ده كمان لكل المحافظ الالكترونيه لخدمات الموبايل كاش. اول حاجه ممكن تعملها انك تتاكد كويس قوي من صاحب الحساب اللي بتبعت له الفلوس، عن طريق انك تبعت له سكرين شوت للحساب اللي كتبه عن طريق الواتساب او اي ابلكيشن عندك، وهو يتاكد اذا كان الحساب مكتوب صح او غلط، عشان لما تيجي تحول ويحصل مشكله تبقى شلت نفسك عن المسؤوليه. تاني حاجة ممكن تعملها إنك تبعت مبلغ بسيط، يعني مثلا 5 جنيه للحساب اللي هتحوله الفلوس، وتتأكد إذا كان وصله المبلغ ولا لأ، وتعمل حفظ للحساب قبل ما تبعت عشان لما تتأكد تبعت لنفس الحساب المبلغ المطلوب تحويله بشكل صحيح. وخليني أقولك في النهاية إن الخطأ في تحويل الفلوس وارد جدا، وفي ناس كتير حولت مبالغ ضخمة بالخطأ لناس تانية، في منها اللي عرف يرجعها وفي اللي فلوسه راحت عليه. فنصيحتي ليك ما تكسلش وانت بتحول فلوس لحد، انك تتأكد من الحساب كويس قوي عن طريق الخطوات اللي قلتها لك. وبس كده، دي كانت معلومة اقتصادية من AZ بلس. ما تنساش تتابعنا عشان يوصلك كل المواضيع اللي تهمك، وتعمل شير للفيديو. سلام.